صينية الجلاش باللحمة المفرومة من الوصفات اللي مينفعش سفرتنا تخلى منها في العزايم، وخصوصا في رمضان. تعالوا بقى نعمل صينية جلاش باللحمة المفرومة تطلع معاكي التسوية مظبوطة، واخدة لون تحفة من تحت ومن فوق بالشكل ده كده، والطعم والريحة بقى مش قادرة اوصفلك حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بسرعة تعالوا نشوف عملنا صينية الجلاش باللحمة المفرومة بالشكل واللون والطعم الجميل ده ازاي. بس طبعا زي ما متعودين مع بعض قبل اي حاجة نصلي على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولايك وشير وكومنت جميل زي كده يا قمر. ويلا بينا نشوف عملنا القمر ده ازاي. ولايك تاني يا جماعة، بجد والله اللايك والشير بيفرق معايا جدا. فلايك وشير ومنشن كده لصاحبتك الحلوة، ويلا بينا. في الاول كده هنعصج اللحمه عادي خالص، واحنا عصجنا قبل كده لحمه مع بعض كتير. هترفعي طاسه على النار، انزلي فيها بمعلقه من السمنه البلدي، وبعدين انزلي باللحمه. مجرد ما السمنه بتاعتك تسخن، مش حابه تضيفي سمنه خلاص طالما اللحمه بتاعتك فيها نسبه دهون عاليه. هتشوحي اللحمه لحد ما تغير لونها بالشكل ده كده، وهتنزلي عليها ببصلايه متوسطه متقطعه صغير، وكمان نص قرن فلفل كده اصفر على اخضر على احمر. بيدي طعم جميل جدا للحمه، وكمان بيزود الكميه. قلبي بقى كده وشوحي الخضار مع اللحمه بالشكل ده كده، وبعدين تبلي بقى بملح وفلفل وسبع بهارات وبابريكا ورشة من القرفة ورشة من جوزة الطيب. البهارات اللي موجودة عندك اشتغلي بيها، واللي مش موجودة عندك ممكن تستغنى عنه، مفيش أي مشكلة. كمان هتنزلي بنص كوباية من عصير الطماطم، وقلبي بقى اللحمة بتاعتك دي كده، وهدي النار للوسط وسيبيها لحد ما تستوي معاكي. اللحمة بتاعتي اتعصجت وبقت بالشكل ده ما شاء الله، ريحتها جميلة قوي. ارفعيها بقى من على النار تمام بالشكل ده كده. هتجيبي بقى الصينية بتاعتك مدهونة دهنة سمنة بلدي أو زبدة الموجودة عندك، وكمان معايا نص كوباية من الزبدة، ممكن تستبدليها بالسمنة برضو مفيش أي مشكلة. الموجود عندك والمتاح عندك اشتغلي بيه. ومعايا هنا نص كيلو من الجلاش، وطبعا لازم تلفيه في فوطة علشان ما ينشفش منك تمام. هتفردي بقى ورق الجلاش في الصينية بتاعتك بالشكل ده كده، وبين كل طبقة وطبقة هتدهني دهنة من الزبدة أو من السمنة أيا كان بقى انت استخدمتي ايه. بس بصراحة صينية الجلاش دي كده عايزة تاخدي منها طعم حلو، استخدمي زبدة أو سمنة بلدي، هتديكي طعم جميل قوي. زي ما انت شايفة كده هتنزلي بنص كمية الجلاش اللي عندك، وبين كل طبقة وطبقة هتدهنيها دهنة من السمنة، دهنة خفيفة كده من السمنة عشان تورق معاكي. كمان ممكن تضيفي رشة من البيكنج باودر أو البيكنج صودا في الزبدة براحتك. بس لو انت مستخدمة زبدة أو سمنة بلدي مش هتحتاجي لأي إضافات من الإضافات دي. هتنزلي بنص كمية لفة الجلاش بتاعتك، وبين كل طبقة وطبقة هتدهني سمنة. بعد ما تنزلي بنص كمية الجلاش بالشكل ده كده، وتدهني بين كل طبقة وطبقة سمنة أو زبدة أيا كان استخدمتي ايه، هتنزلي باللحمة المفرومة بتاعتك في نص الكمية بالشكل ده كده. وكمية الجلاش اللي أنا استخدمتها النهاردة نص كيلو تمام. أنا استخدمت النهاردة نص كيلو من الجلاش في صينية الكبيرة اللي هي أكبر حاجة في المقاسات دي، وفي النص هتنزلي بيه اللحمة المفرومة بالشكل ده كده. وبعدين هترجعي بقى تكملي نفس الطريقة، هتنزلي بباقي كمية الجلاش اللي عندك، وبين كل طبقة وطبقة هتدهنيها دهنة خفيفة كده من الزبدة أو السمنة أيا كان انت استخدمتي ايه. يبقى تفضلي بقى تنزلي كده لحد ما تخلصي باقي كمية الجلاش اللي عندك. بعد ما تخلصي بقى رصي كمية الجلاش كلها، هتقطعيه طبعا القطع المتعارف عليها مربعات بالشكل ده كده. الفرن بتاعك سخن على أعلى درجة حرارة موجودة عندك 200 أو 220. هتحطيها في الرف اللي في النص حوالي 10 دقايق. أنا عاوزاها يدوب تاخد لون أحمر خفيف كده وتشمع معانا، مش عاوزاها تاخد لون جامد، يدوب لون أحمر خفيف كده. في التوقيت ده بقى نجهز التشريبة اللي هنسقي بيها الجلاش بتاعنا. معايا كوباية من الحليب هتنزلي عليها بيضتين اتنين، وممكن بيضة واحدة، رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر وربع معلقة من البيكنج باودر، علشان تخلي الجلاش بتاعنا كده مورق. يا دوب تاخد معاك اللون ده، لازم تاخد معاك اللون الأحمر الخفيف ده كده تمام. وهتنزلي بقى بالتشريبة اللي احنا جهزناها على الجلاش بالشكل ده كده، وهترجعيها تاني بقى الفرن. انا ما بشغلش الشوايه خالص، لو انت احتجتي الشوايه تمام، ما احتجتيهاش ما تشغليهاش.
وهيطلع واخد معاكِ اللون القمر ده كده من فوق وكمان من تحت، تسوية مضبوطة، اللون مضبوط، كمان الجلاش بتاعنا مورق كده مش مكتوم، علشان طبعًا ضفنا له بيكنج باودر في التشريبة، وكمان خطوة التشريبة دي مهمة جدًا، حاولي ما تسقيش الجلاش بتاعِك قبل ما يدخل الفرن، لأ دخّليه الفرن الأول كده لمدة 10 دقايق يتشمع وياخد اللون الدهبي يعني لون خفيف كده، وبعد كده خرّجيه واسقيه بالتشريبة بتاعتِك ورجعيه الفرن تاني وسيبيه لحد ما يستوي. بجد الخطوة دي بتفرق كتير جدًا، وبتطلّعه لِك مورّق زي ما أنتِ شايفة كده وطعمه جميل أوي. يا رب الوصفة بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، ولايك وشير وكومنت جميل زيِّك كده يا قمر، وmention لصاحبتِك الحلوة عشان تشوف أكلاتنا، وقبل أي حاجة طبعًا نصلّي على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.